اتفرجت على مسلسلات النص التاني من رمضان وده رأيي فيهم. اول حلقة من حكاية نرجس هي اقوى حلقة في النص التاني من رمضان بالنسبة لي. باين انه مسلسل مليان احداث مكتوبة حلو وفي ماضي شخصيات كتير انا مهتم اعرفه، ده غير انه واضح انه كئيب جدا، من الكآبة للكوميديا، بس كوميديا للاسف غير موفقة، وهو مسلسل بيبو اللي اول حلقة ما عجبتنيش خالص، بس انا ممكن اديله فرصة كمان حلقة او حلقتين يمكن. مسلسل اب ولكن قصته حلوة جدا وفي اداءات تمثيلية جميلة، بس الحلقة الاولى بالنسبة لي كانت اقل من التوقعات، بس لسه مكمل فيه حلقات كتير واتوقع ان مستواها يعلى مع الوقت. حلقة النص التاني عجبتني قوي ورجعتني لذكريات النص الاول كده، ومتحمس جدا للي جاي. اول حلقة من عرض وطلب جامدة جدا بكتابة ولا اروع وتمثيل فشيخ، ونهاية الحلقة صادمة جدا. الحلقة الاولى من بابا وماما جيران حلوة، فيها كوميديا عائلية لطيفة، وحاسس ان احنا في عالم كرتوني كده، حاجة تخفف عنك يعني. الحلقة الاولى من فرصة اخيرة جامدة جدا، واضح ان احنا قدام مسلسل تقيل وفيه خير وشر هيفضلوا يدغدغوا في بعض المسلسل كله. وازاي بنالك الشخصية الشريرة والطيبة واداك تفاصيل عنهم في اول حلقة من غير ما يقول لك الكلام، هو بس بيوريك، دي حاجة جامدة جدا. متر سمير والله انا مش عارف يعني، انا ما اتبسطتش قوي، في حاجات جابت معايا وحاجات لا، بس برضو ما اتضايقتش، مش زي بيبو مثلا. وبس، متنساش تعمل لي فولو وتقول لي في الكومنتس تتوقع مسلسلات النص التاني تتفوق على الاول ولا لا.